صباح الخير يا شباب. ده ملخص الحياة اللي أنا فيها، نحكيها بسرعة. أول حاجة من بدايتي من بريك دانس، اللي هي اللعبة بريك دانس المشهورة في مصر. عامة كل واحد بيختلف عن التاني في اللعبة. فأنت بتيجي الدنيا مثلا من أول 17 سنة 15 سنة، بتبقى عايز، أنت شايف نفسك تبقى مختلف في أي حاجة، سواء أنت بتلعب بريك دانس، بتعمل كونغ فو، بتلعب كورة، بتلعب بوكسنج. فكل واحد بيبقى شايف نفسه مختلف في حاجة وحابب حاجة، خلاص بيكمل فيها. أنا بدأت من عندي وانا صغير، مش صغير قوي، 18 سنه. تمام. كنت في المدرسه بلعب عادي، وفجاه شفت اتنين صحابي كنت اول مره اشوفهم بيعملوا عقله، وبعد كده بينزلوا من عقله يلعبوا حركات، يتشقلب، يقف على ايده والحاجات دي في البريك دانس. وبعد كده اتشوقت ان انا اشوف اللعبه. قمت بعدها باسبوع قعدت اتفرج عليهم، قمت مكلمهم، قلت ايه، طب ما اكلمهم اروح اشوفهم. ان انا كنت اصلا الواحد كان بينزل يشوف الحاجات دي في الافراح والشغل ده، فانا كنت حابب اللي انا اعمل ده، وكنت بتمرن مع نفسي. قمت داخل متضمن يوم، لا لقيت اوبا، عالم تاني، عالم اختلاف تاني. ايه هو يا باشا؟ لقيت في ناس بتتمرن، ما اعرفش يعني ايه اللعبه دي اسمها ايه. انا كنت اعرف في الافراح بيقولوا عليها نيجر، لحد دلوقتي في ناس مسمينها لعبه نيجر، واختلاف يعني ليها اسس وليها سين وليها حاجه مختلفه تانية خالص. رحت لقيت الناس بتتمرن، منهم كان الكوتش بتاعهم كان بيعمل حاجات اسمها توماس وحاسبين، اللي هم بيلف على ايده ويلف على دماغه وظهره وبتاع. شفت الحاجات دي، انا اصلا ما كنتش بشوفها في التلفزيون، كان لسه في اللي هو ايه، الدش والار تي ايام زمان من 2008 كده. اتعلمت، رحت واتمرنت معاهم وتحديت نفسي لدرجه من 2018 لحد 2020، من 2008 لحد 2010. وبعد كده دخلت الجيش. بقيت في سنتين ثلاثه اتحديت نفسي فيهم، وعرفت في ناس بطلت وناس سافرت وناس قعدت في القاهره عشان الجامعه بتاعتها، وما فاضلش غير انا اللي مثلا من اسماعيليه اللي انا بلعب باللعب. فبدات حاولت اتعرف على ناس من القاهره، طب ناس هنا، طب ناس هنا، ناس هنا. ف بدات ايه، اتشد للعبه، وبقيت اجيب حركات، وبقيت اتشهر في الحركات، بقيت اتحدى نفسي رغم كان فيها اعاقات اللي انا كنت بقابلها. يعني من اول شيء الناس كانت بتبص كده، وما فيش غير كنت بتمرن. كنت اروح في حته في اسماعيليه كده بتمرن فيها اسمها الملاحه، كنت باخد سلك كهرباء، كنت مشهور يعني بالحركه دي، ان انا اخد سلك كهرباء واطلع على المكان ده، والمكان ده ضلمه، واشغل فيه الكهرباء واوصله من عمود والشغلانه دي. وقعدت استبر لما لغايه ما قعدت اتحدى نفسي في الحركات، وبقيت اعمل حركات واو. يعني كانت الناس كانت تشوفها تقول واو ده. يعني عمال كنت انا اسمي مصطفى، فكان اسمي رماديلو، فالاسم اتشهرت بيه رماديلو. بقيت اسافر القاهره، بورسعيد، السويس، الشرقيه، دمياط، الحاجات دي كلها اتعرفت. بعد كده كان لسه طالع بقى الفيسبوك والحاجات دي، وابتدت تشهر. وبعد كده اشتغلت، دخلت الجيش، دخلت عشان اعرف اتمرن في مكان. رحت اتمرنت في مكان في اسماعيليه، من عند النادي الاسماعيلي كده، عشان اقدر اتمرن في مكان. الاطفال اتعجبوا باللعب، فبدا الكابتن قال لك لا، طب ما تيجي تخش معانا ونطبق الحركات الشقلبه، وزي جاكي شان والناس دي، الشقلبه والحاجات دي اللي في الافلام، وندخلها بتبقى مثلا في الكونغ فو والشغل ده. قلت له ماشي. الاطفال حبوا الشغل وبتاع مش عارف ايه. بعد كده قعدت بتاع 4 5 شهور، وهوب قمت مسافر طالع فين، جه معادي الجيش في 2010. دخلت الجيش يا باشا، ادخل. ها برضه ما استسلمتش، وكانت الناس كانت بتستناني ان انا انزل اجازه من الجيش، تقعد بال4 شهور و7 شهور و8 شهور اللي انا ما انزلش. ورغم انا كان جيش في اسماعيليه، وحصلت اعاقات، وحصلت معايا حاجات في الجيش، بس كنت بتحدى الظروف، ورغم اللي حصل معايا في الجيش والدنيا، وكنت بتمرن، ما كنتش بستسلم. كنت اشوف في اي مكان فيه رمله اروح اتمرن هوايات، لا شقلبه بتاع مش عارف ايه. وبعد كده بديت اتحدث في مركز، اول حاجه في مركز تدريب. كان ما كانش في حد عامل فكره انا من اوائل الناس في مصر عملت فكره السقطات. هي موجود السقطات اللي هي ايه، الناس بتقعد على الارض وواحد ينط من فوقيهم، فدي كانت اسمها سقطات في الجيش. فانا من اوائل الناس اللي عملت تاخد الجاريه اللي هي مثلا 5 متر دي، كنت اخدها مثلا راوند في شقلبه، في بجداي، في الحاجات دي. وبعد كده اروح ناطط النطه دي. عملت بتاع ده، وعرضت على القائد في الجيش ان انا ممكن اعمل ده واعمل ده واعمل ده، يلا بينا ومش عارف ايه. رايح يا باشا، وقال لي ماشي وريني، ووريته. كنا مركز التدريب طبعا كان كبير جدا، و9000 عسكري، وانت الوحيد العسكري من الدفعه بتاعتك بتعمل الكلام ده. هوب وريته يا باشا. قال لي جميل جدا وبتاع، احنا لازم نفاجئ بيه القائد بتاعنا، قائد الفريق اللي هو المسؤول على الوحده التدريب. شاف اول عرض كان بروفا قبل العرض باسبوع بالظبط. قال لك العسكري ده العسكري المثالي، يطلع لي المنصه هوب طلع 200 جنيه. بس 200 جنيه كانت اياميها حاجه، بس الفكره انا ما خدتش ال 200 جنيه، انا خدت ال 200 جنيه وخليته يمضي عليها كتذكار اللي انا عملت. انا فرحان اللي هو في ناس شافتني، في ناس اعترف، بس دخلت طريقه البريك دانس في سين تاني. تمام تمام، امين يا باشا. بعد كده عملت ايه، قمت داخل يا باشا، عملت العرض، خدت ال 200 جنيه وحفظتها وخليتها معايا. تمام. اتحديت عقاد كتير، واتمرنت ودوست برضه على نفسي، ولما كنت بتمرن برضه في الجيش، واتحديت عقاد وخلصت جيش. وطبعا اتحديت حاجات كتير. وبعد ما خلصت جيش خلاص ما بقاش في جيش، استنيتني بقى ايه،
اتمرن، رغم انا من اول ما بدات التمرين لحد كان برضو اهلي كانوا واقفين قصادي في اللي هو انت لا ما ينفعش تكمل، لا شوف لك شغلانه. انا كنت شايف شغلانه، لا انت اللعبه دي خطيره، لا دي اللعبه دي تمزاج، دي اللعبه مش عارف. كان في، وكنت لدرجه عايز اقول لكم وربنا كنت باخد الشنطه يعني شنطه اهي زي دي، كنت ارميها وانا طالع ارميها من الشباك تمام في الشارع، بروح اطلع من الباب، انت رايح فين؟ انا رايح لصاحبي، انا رايح مش عارف ايه، وراح اخد بتاع ده لحد ما دخلت الجيش برضه، قبل الجيش راح اخد الشنطه من الشارع، وانا داخل راح رميها من الشباك اللي هو شباك اوضتي تمام، فاتح حته صغيره راح رميها ومعلقها الشباك وراح اخدها. دي المواقف اللي حصلت يعني معايا. فكانش عارف لو كان مثلا قال لك انت بتلعب بوكس بتاعك انا هشجعوك اقف وراك يعني. بس ده انا عايز اقول لك انا اللي عرفت اتعلمه من الشباب وكتر خيرهم من فوق دماغي، اللي انا اتعلمته منهم، واللي ما عرفتش اخده برضه ما كانش فيه تعليم. انت كنت تتمرن في الشارع، مش مهم ان انا اتمرن في الشارع، اتمرن في نجيله ولا اتمرن منين. انا كنت لما كنت بدات كنت بحط في رجلي 2 كيلو 2 كيلو عشان اجري، وفي نفس الوقت رجلي تبقى خفيفه، فتحديت حاجات كتير اللي انا اروح اجري هنا واجري هنا، وفي نفس الوقت عملت جسم وعملت شكل وعملت اسم. تعبت جدا عشان اعمل اسم مين هو رماديلو. بعد كده دخلت في السياحه، خلاص الجيش اشتغلت شويه سواق تاكسي والحاجات دي، وبعد كده عشان الاقي يبقى شغلانه خفيفه ما تهلكش الجسم اللي انا اقدر اكمل في اللعبه. بعديها اشتغلت، جالي قلت لا انا لازم اسافر حياه سياحيه اشتغل فيها وبتاع. ابتديت اسافر، رحت شرم الشيخ، رحت الغردقه، رحت ده كان من اولها الحاجات اللي انا قابلتها شرم الشيخ. من شرم الشيخ قمت هناك ابتديت اللي انا اعمل، رحت اتعلمت من هناك، لقيت لعبه زي فاير شو، الناس بتلعب بالنار وسلاسل ومواسير، قلت انا لو اخدت الفكره دي حطيتها في البريك دانس والشغل ده اطلع حاجه. دوست على نفسي اتعلمت، ورغم ان كانت في ناس بتقف قصادي ما كانتش بتعلمني وبتاع، داخل اتعلمت وعملت. وبعد ما عملت قعدت معاه مثلا 6 شهور 7 شهور في الفاير شو، كان في الكلام ده في 2011 و2012 الاماكن دي. وبعد كده صاحبي كتر خيره عرض عليا، قال لي في ناس محتاجه حاجه اسمها، قلت له يعني انيميشن وبتاع، قلت له يعني ايه يعني؟ قال لي ده يا باشا بتقعد في الفندق بتشتغل، لو عندك موهبه عندك اي حاجه بتشتغل هناك وبتبقى فتنس وتتعرف على الزبائن وبتعمل لهم فتنس، الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت الانيميشن. قلت له ماشي. رحت دخلت يا باشا، اشتغلت مع ناس كويسين جدا فوق ما بتخيل، اتعلمت منهم كل حاجه. دخلت بالموهبه بتاعتي بريك دانس، ورغم ما كنتش بتكلم ولا لغه كنت بتكلم هلو هاي والحاجات دي اللي هي الخفيفه زي اي مصري. ورحت واتعلمت وما خدتش كورسات، وقعدت اتعلم واكتب واعمل. ودخلت بالفاير شو اللي انا بلعب بالنار ولعبه البريك دانس اللي اتشقلبها وبتاع مش عارف ايه. وبعد كده يا باشا هوب انت عامل ايه، اتعرفت في المجال اكتر والناس بدات تحبني، وكنت مهتم بجسمي وبشكلي وبتاع ومنظري، اهم حاجه كنت بهتم بيها عشان اللعبه دي بتبقى الناس اتنشن قوي معاك وفوكس قوي جدا معاك في المشيه بتاعتك في الضحكه بتاع، بيقلدوك. رغم كان الاطفال كنت في فندق كانت بتقلدني في كل حاجه، حتى لو انا لبس كانت الناس. ودرجه ان في اللعبه كنت بتضطر من حبك في الشخص وانت بتعمله بتقلده في لعبه، بتقلده في شكله في تسريحته زي كده مثلا ما بتقلد سوبر ستار. عملت اسمه الحمد لله وثبت نفسه واشتغلت في الانيميشن بتاع. قعدت اول فندق سنه، وبعد كده فندق تاني عرض عليا شغل سبته، رحت اشتغلت هنا. ومفاجاه جالي شغل في فريكسوس، من الاوتيلات اللي هي التقيله جدا الموجوده على مستوى العالم. اشتغلت قعدت 6 شهور، بس كان الشغل هارد شويه، كان صعب، وعملت حاجه. وكنت برضو كان الموهبه بتاعتي اتعلمت جنبها دي جي، ازاي تلعب مزيكا، ازاي تبقى دي جي وبتاع. بقى معايا 3 حاجات. وبعد كده قبل الدي جي كنت اتعلمت الفتنس، بقيت بتعمل فتنس وجري ومش عارف اكوا جيم وجوه الميه، وبتعمل يوجا، بتعمل حاجات كتير في الفتنس. واتعلمت الفتنس وبقيت اكريت حاجه للفتنس، وبقيت احضر مثلا اشوف كلاسات على اليوتيوب، واحضر واكريت حاجه ليا، اللي انا اول ما انزل اعمل حاجه في الفتنس يبقى الحاجه دي محدش عملت معايا انا. فميزت نفسي لحد دلوقتي الحمد لله. لو انت مين في المجال، انا بنزل مثلا في الانيميشن، انا الحمد لله في المجال سبورت عملت زي ما عملت اسم، عملت مجال زي ما عملت اسم في البريك دانس واللعبه دي، عملت حاجات كتير. خلصت يا باشا الحمد لله، بقيت شغال في مكان كويس، وكل ما بروح مكان بتعرف وباخد اكسبيرينس. لحد دلوقتي انا مش هقول لك انا اتعلمت كل حاجه وبتاع، وانا لحد دلوقتي انا بقول لك والله انا بتعلم، ولحد ما اموت انا لسه بتعلم باخد. حتى لو انت لسه في ناس معايا لسه بيجنر وبتاع وهم شايفين نفسهم مثلا بروفيشنال وبتاع، انا لدرجه ان انا بقف معاهم عشان اتعلم. انا ممكن يبقى في حاجه انا ناقصاني، انا مش عارف ايه، لا انا بتعلم، بسمع اللي ده اكتر. والله كمان مره والله لو انت مين او بتلعب ايه، انا بتفرج عليك وبسمعك، علشان برضو انا ممكن اطلع بحاجه، ولو ما طلعتش بحاجه واتعلمت منك اكيد انا هديك حاجه. وانا عمري ما ببخل بحد، ما فيش حد الحمد لله نزل معايا تمرين ولا نزل عمل حاجه معايا الحمد لله لما حد شهد بيا قال لك احنا حضرنا تمرين بنحضر مع الراجل ده، ومفيش حد خسع معايا في اي حاجه، ولا بقيت وحش مع اي حد، ولا عملت حاجه. بالعكس الناس الحمد لله مش بشكر فيها، بس الناس هي تشهد، ولا يشوف الفيديو ده هيشهد. ده ملخص لحياتي اللي هي السريعه اللي حصلت. في تفاصيل ممكن بقى نبقى نحكيها في فيديو تاني ان شاء الله، تابعوني. هنعمل فيديو تاني وحاجه زي كده. بس انا عايز اقول لك ما تستسلمش، لو انت بتلعب بوكس وبتلعب ده وبتاع ما تستسلمش. انا دخلت مسابقات كتير وهنا عايز اقول لك 5% كسبت في المسابقات.
5% او 10% انا كسبت، بس بقيت المسابقات كلها خسرت فيها. هل انا من مثلا من 2008 لحد دلوقتي استسلمت ولا قلت لا انا مش هكمل، لا انا بخسر وبتاع؟ لا، انا عارف ان انا نفسي بروفيشنال. انا الحركات اللي انا بعملها حركات استعراضيه، ان انت مثلا اللي بيتفرج يقول واو، غير مثلا حركات المعركه اللي انت تخش تهزق في البريكنج بالحركات وبتاع. فانا بحب الاستعراض اكتر، انا بحب ادي شكل، وفي نفس الوقت انا ستايل، انا اقدر اعمل اولد سكول واقدر اعمل ستايلات وانا شغال وبتاع، ومع المزيكا والبيت وبتاع. بس ايه، انا حابب ده. ولما يبقى دماغ مثلا تبقى الغزاله رايقه او لا، انا اخش على البيت اقعد ارقص وبتاع اللي هو بدني. بس ساعه التمرين تمرين، ما بحبش اللي هو يخش التمرين يقعد يتكلم وبتاع، ضيع عليك التمرينه، ضيع عليك التركيزه، ضيع عليك التسخين اللي انت سخنته بقالك ربع ساعه ولا نص ساعه بتسخن حوض ورجل وبتاع في الكلام، دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين، شكرا يا باشا، هوب خلصت يا باشا. هتلاقي نفسك في الساعتين. انا كنت بتمرن تمرينتين عامه لما كنت بادئ، واحده العصر وواحده بالليل. فمع السن هتلاقي نفسك بتمرن تمرينه وبتتكي على نفسك، انت اللي تقدر تعمل حاجه. انا عايز اقول لك في اخر الفيديو، مفيش حاجه استسلام، مفيش حاجه اسمها ستوب يا جدعان، مفيش حاجه بالله عليكم. انا كبرت في السن، انت فين يا عم، انت فاضي؟ انا رغم الظروف والبتاع كنت باجي من الشغل اروح اتمرن لحد دلوقتي، كنت وقت اللي انا الاقي فيه بريك ورجلي تعباني ومش عارف، لا اروح اتمرن وركي اوت، اقف على ايدي مش عارف ايه. بس ايه، انا حابب ده. من 2008 او 2007 لحد دلوقتي. انا بدات في 2004 وبعد كده دخلت في البريكنج مع الناس وهي بتتمرن في 2008. فانا عايز ملخص الفيديو، مفيش حاجه استسلام، انا تقيل، انا مش عارف ايه، انا ايه يا جدعان. انت اللي تمهد نفسك وبتوقع نفسك وبتعمل كل حاجه، وانت اللي بتطلع نفسك. انت لو مصدق نفسك ان انت حاجه، اقسم بالله هتبقى حاجه. انا لحد دلوقتي مع سني وده لسه بجيب فيه حركات، انا بكتشفها حركات جديده ما جبتهاش بقالي كام سنه، وكنت بتمرن عليها كام سنه، بس مع الاكسبيرينس والخبره بتاع لقيت نفسي بقيت خلاص بجيبها، بقيت بشكل، بعمل بدي بدي تمكن للحركه، بدي شكل للحركه، بدي اللي هو كلين للحركه، بتخلي الحركه بدل ما هي صعبه بقت بدل ما كنت بتقف مثلا انا بقف على ايدي مثلا 40 ثانيه 20 ثانيه، انا ممكن اقف على ايدي دقيقه واداني اقعد امشي واقف وبتاع. ده التمكن في الحركات. عشان ما اطولش عليكم، كمل وما تقابل وما اي حاجه تقابلك في الطريق ما توقفش، ما تخليش توقفك. كمل في البريكنج او في اللعبه اللي انت بتحبها وانت عايز شايف ده بيتمرن، كمل يا باشا وما توقفش. ومهما سنك وتحدى الظروف وتحدى اللي حواليك، وانا زي ما كنت بعملها التحديات هكلم معاكم في التحديات اللي انا قابلتها. بس انا لحد دلوقتي بقول لك ما توقفش وكمل لعب يا شباب. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، الفيديو اللي جاي. وانا الفيديو اللي جاي هنحكي في شويه تفاصيل الحاجات اللي قابلتها معايا والشغل اللي انا قابلتها معايا في البريكنج. وهنبتدي بقى نتكلم في البريكنج مع شويه حركات اللي هي بتتعمل ازاي والحاجات دي. بس اتمنى الفيديو يوصل للناس كلها وتتعلم حاجه دفعه. دي تحفيزه صغيره جدا لملخص صغير جدا من قصه حياتي، ما دخلناش في الاعماق اللي حصلت. بس احب اقول لك كمل ما توقفش. ولو حد ربنا من غير اي حاجه، لو محتاج اي حاجه ده كلمني خش اكتب لي. انا مفيش ولا كل المسجات اللي انا بقابلها الناس اي تعليقات بتكتب موجوده انا برد عليها وشايف كل التعليقات، وهرد عليك وهكلمك واقول لك دي بتعمل ازاي ودي بتتكلم ازاي ودي ازاي كده ودي هنا ودي هناك كده. كلمني وانا ما بخافش مع اي حد والناس تعرف كده. وانا مستني تعليقك. لو حابب تتعلم حاجه قول رايك في الفيديو، في التحفيز، ايه اللي استفدتوا منه وايه اللي ما استفدتش منه. دمتم سالمين حبايبي واخواتي في الله يا شباب. واشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. في فيديو تاني تابعني، والفيديو التاني ان شاء الله هكتبه لكم شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وانا معاكم. وعايز اقول لكم كان معاكم رمضان اسماعيليه، احلى شباب في الدنيا، والسلام عليكم.